يا ترى ايه هي الاندروجينز او هرمونات الذكوره؟ هرمونات الذكوره بنقسمها لنوعين، نوع ضعيف بنسميه الويك اندروجينز، ودول اللي بيطلعوا من الغده الفوق-كلويه، واهمهم الدي اتش اي اي والدي اتش اي اس. وفي عالم الهرمونات والستيرويدز دولت مش مهمين لانهم ضعاف. اما السترونج اندروجينز فهما التستوستيرون والدايهيدروتستوستيرون، واختصارا بنقول عليه الدي اتش تي. ومهم تبقى عارف التفرقه بينهم، لان في ستيرويدز بتبقى مشتقه من التستوستيرون وهرمونات تانية مشتقه من الدي اتش تي. التستوستيرون ده هرمون الذكوره العام اللي بيطلع من الخصيه، وهو اللي بيقدم معظم الوظائف الذكوريه المهمه زي الامور اللي لها علاقه بالجنس وكمان بناء العضلات والعظم. اما الدي اتش تي فهو بيتصنع من التستوستيرون في خلايا معينه زي الجلد، فيعمله اويلي، وهو اللي بيسبب حبوب الشباب، هو كمان اللي بيعمل الصلع الذكوري. مش بس كده، وهو اللي بيعمل تضخم البروستاتا وممكن سرطان. كمان في التفرقه بينهم ان التستوستيرون ممكن يحصل له ما يسمى بالارنتايزيشن في الخلايا الدهنيه ويتحول لاستروجين في الجسم. اما الدي اتش تي فمش بيتحول، فلذلك معظم الستيرويدز المشتق من الدي اتش تي مش بتعمل استروجينيك سايد افكت زي التسدي وحبس الميه، وده على عكس الادويه المشتقه من التستوستيرون. وعشان كده لازم تاخد ادويه بتقفل تاثير الاستروجين مع التستوستيرون، واللي بنسميها السيرب والاروماتيز انهبيتورز. اما بقى الهرمونات المشتقه من التستوستيرون وكمان من الدي اتش تي فالاثنين ممكن يعملوا حبوب شباب وتساقط شعر وتضخم بروستاتا. انت ممكن تقول مش المفروض دي من الاعراض الجانبيه للدي اتش تي، ليه انت بتقولها مع التستوستيرون كمان؟ وده لان التستوستيرون هيتحول في الجسم للدي اتش تي، وده برضه اللي بيخلينا ناخد ادويه زي الفينستيرويد لانه بيقفل انزيم ال5 الفا ريدكتيز، فيمنع تحول التستوستيرون لدايهيدروتستوستيرون، فيقلل الاعراض الجانبيه بتاعه الدي اتش تي زي سقوط الشعر وحبوب الشباب. من الحاجات المهمه كمان في التفرقه بينهم ان الدي اتش تي كانابوليك افكت مش قوي زي التستوستيرون، فلذلك الاستيرويدز المشتقه من الدي اتش تي هتبقى اضعف مقارنه بالتستوستيرون. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش لايك وفولو عشان يوصلك كل جديد.